سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم اللحم في الفور، صراحه يجيكم بزاف هايل، بزاف بنين وبزاف طري. نتمنى انكم تجربوا الطريقه، ومجموع واحد يجرب الطريقه يخلي لي في التعليق كيف جاته. ما تنسوش الاشتراك في القناه وصفات متنوعه مع كنوز، وتفعلوا الجرس بيلحقكم كامل جديد. نروح طريقه التحضير. نجيب كميه من اللحم. في التوابل راح نحتاج شويه كركم، شويه فلفل اسود، كذلك زنجبيل، كمون، ملح، عود صغير تاع قرفة، مبشور نصف حبة تاع ثوم، مبشور حبة صغيرة تاع بصل، كذلك كمية قليلة من زيت الزيتون. ما تكثروش بزاف لهنا الزيت، وتقدروا في بلاصة زيت الزيتون ديروا الزيت العادي لهنا على حسب الرغبة. نخلط جيدا، ندخلوا كامل هذيك التوابل في اللحم تاعنا. ضروري ان نخلطوا مليح. بعد ذلك نروح نديروا اللحم لهنا في اكياس الشواء. انا لهنا اعتمدت على اكياس الشواء، انتم ثاني اعتمدوا على اكياس الشواء. نخلوا لهنا اللحم تاعنا بعد ما درناه في الكيس يرتاح على الاقل 4 ساعات. كل ما يرتاح لنا مليح كل ما يرتاح لنا اللحم مليح يدي مده طويله، كل ما لي زيبيس كامل هذوك يدخلوا في اللحم، وراح يجيكم بزاف بنين وبزاف هايل. كما راكم تلاحظوا معنا، انا لهنا خليت اللحم تاعنا يرتاح في الثلاجه. بعد ما يرتاح نروحوا لهنا طريقه الطهي. نجيبوا صينيه، نديروا فيها الماء، ما نكثروش بزاف، نديروا الكيس تاعنا تاع اللحم، ونخلوا اللحم تاعنا يطيب جيدا ساعه على ساعه. تقلبوا للوجه الاخر، والماء اذا لقيتوه نشف زيدوا شويه حتى اللحم تاعكم ما يطيب، ما راحش يديلكم مده طويله. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه. وكملاحظه، اللي ما يحبش المرق بزاف يقدر بعد ما يطيب لنا اللحم، احنا ما ضفنا له ولا قطره تاع ماء، بعد ما يطيب لنا اللحم هذيك الصوص تقدروا تخلوها كما تقدروا في مقلاة اللحم بالمرق، تنشفوه في المقلاة وتاكلوه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. سلام.